السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. للي ما يعرفنيش واول مرة يشوفني، انا لينا ايهاب ميك اب ارتست. النهاردة هنعمل مع بعض اللوك ده. فلو مهتمين تشوفوا خطوات اللوك ده ما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نشوف اللوك. طبعا هتلاقوا فيه حاجات كتير جدا. سوري انا طولت شويه في المقدمه، بس هتلاقوا بجد حاجات هتبهركوا في الفيديو من جوه. هتكلم عن حاجات جديده اول مره اتكلم عنها وناس كتير بتبحث عنها. فلو انتم مهتمين تشوفوا انا اتكلمت في ايه وكده، كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واول حاجه هكلمكم عنها هي العدسات بتاعتي من ناتشورال، وهسيب لكم الكالر بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. هبدأ أول حاجة بإني أمشط حواجبي بالبراش دي، اللي هي بتبقى نص ونص دي. أنا هستخدم الاتنين يعني، بس أول حاجة همشط حواجبي. وهجيب مصحح الحواجب بتاعي ده من سارة روز عشان أملى بيه الفراغات بتاعت الحواجب. بصوا أنا طالعالكوا يعني وشي هلكان بصراحة. أنا معرفش ايه الحباية دي، معرفش طالعالي منين كده، بس ماشي يعني. هاخد الدرجة الغامقة دي وابتدي املى بيها الفراغات الداخلية كلها كده. هاخد بعد كده اللون الافتح ده عشان املى بيه الفراغ هنا واظبط الراس بتاعت حواجب. وهجيب الكونسيلر بتاع مايت سينما واجيب فرشة ستريت علشان انضف تحت الحاجب وفوق الحاجب برضو عشان انضف المنظر ده. هجيب باليت مايت سينما واستخدم منها الدرجة دي، اسم الدرجة نت. وكملوا معايا. وهبتدي احطها هنا كده. نفس الفرشة اللي انا حطيت بيها اللون هدمج بيها برضو، بس نضفتها كويس عشان اموه الاطراف وانا بسحب لبره يكون التمويه نظيف كده. ويكملوا معايا عشان نشوف التمويه هيبقى عامل ازاي. وهجيب باليت بريتي وومن عشان استخدم منها درجة الكحل دي. وهجيب فرشة الدمج الاصغر دي كده عشان انا عايزة احدد جزء معين من العين، مش عايزة اطلع لبره. انا كده سبت التمويه اللي بره على خفيف. فهجيب الفرشة الصغيرة دي، فرشة دمج برضو، وهبتدي اخد كده. وما ننساش الحركة دي عشان ما نعملش فول اوت كتير واحنا بنستخدم اللون. هاجي هنا كده وهجيب فرشة الدمج اللي انا استخدمتها في الاول عشان ادمج الالوانين اللي هما اللونين دول مع بعض كده، بس على خفيف يعني. مش محتاجة بقى اني اسيح الكحلي ده خالص، على خفيف كده بحيث الالوان تبقى بس ايه داخلة في بعضها. وبصراحة انا محتارة بين درجتين جليتر. هستخدم الاول ده عشان بس ما ندمش يعني. هستخدم الاول الدرجة دي، ولو حسيتها مش عجباني هستخدم جليتر تاني اوريهولكوا، بس مش هوريهولكوا الا اذا يعني حبيت اني استخدمه. فهجرب معاكم درجة الجليتر دي عشان متحمسة بقالي كتير جدا من ساعة ما جبت الباليت اصلا وانا عايزة اجرب الدرجة دي. فيلا بينا نجرب كده. شايفين لونه؟ بصراحة قررت اغير الدرجة واستخدم الدرجة دي، برضو لون شيمري، هو جليتر. وهستخدم اللاش بوك ده وهسيب لكم اسمه تحت في الديسكريبشن بوكس. فيلا بينا نركب الرموش. وده الجلو اللي انا بستخدمه في لزق الرموش بتاعتي. بصوا هو اسمه اهو. فانا مش عارفه هو لانل ولا جانل ولا ايه، فاللي هو ده الاسم بتاعه اهو، يعني ده شكله.
وهستخدم الماسكارا بتاعتي من دايموند بيوتي عشان امسكر بيها رموشي واثبت الرموش بتاعتي مع الرموش التركيب. وهجيب الكلينر ده عشان انضف بيه وشي والزيادات بقى مكان الفول اوت وكل حاجه حصلت من الشادو. صراحه عايزه اقول ان الشادو اللي هو كان الازرق ده في البالت بتاع بريتي وومن عملت فول اوت كتير، بالرغم اني نفضت الفرشه فما عجبتنيش في كده ان هي بتعمل فول اوت كتير، وخاصه بقى انا مستخدمه لون ازرق فاللي هو الدنيا متدمره اصلا. بس دي مش مشكلة يعني، اللي هو عادي فول اوت، احنا كده كده بننضف قبل ما بنبتدي في الوش فما هيش مشكلة. المشكلة بقى ده في اللي بيبدأ في الوش وبعدها بيقوم بقى بادئ فوق يعني اللي هو العيون وكده، فده بيعمل فول اوت فبيقوم نازل على اللي عمله في الوش. فانا هنضف الاول وبعد كده ارجع لكم تاني. والبتاع ده انا زهقت من كتر ما قدمته لكم في الفيديوهات حرفيا. انا مش كل مره هقول ايه ده انتوا اصلا، ايوه انا زهقتلكوا والله. فانتوا عارفين هو خلاص البرايمر بتاع الفاونديشن، فمن غير بقى اي حاجه خالص اهو، بس كده. والفاونديشن الليكويد بتاعي الامور اللي انا بحبه. المره دي بقى انا عايزه اعمل فول كفرج عشان دي صديقتي اللي طلعها لي دي بصراحه. ف هكتر بصراحة علشان انا متضايقة من بشرتي اصلا الفترة دي جدا جدا، معرفش شاحبة كده يعني مش عاجباني. وهجيب عجلة كريولان عشان استخدم منها بقى الالوان بتاعتها الحلوة دي عشان اخفي الحباية الجميلة دي اللي طالعالي. يا ترى مناسبة ايه اللي قربت عندي عشان تطلع لي؟ يعني اكيد في حاجة حلوة في حياتي عشان تطلع لي حباية، انا عارفة اصل دي متطلعش من فراغ كده. اوكي، اول حاجة انا هستخدم اللون الاخضر بكثرة كده، اللي هو احنا بنعمل طبقة كده عازلة شوية عليها. ودي حباية صغننة يعني قربت تطلع كده كمان. وبعدها اللون الأصفر. واللون الأورنج. هنا بقى عشان أي حاجة، أي سمار، أي حاجة كده مضايقاني بشيلها. اللون الأورنج ده بقى أنا حاسة إني عايزة أحطه حرفيا تحت عيني، متضايقة جدا. ومكان الضحكة كده والكسرتين دول عشان السواد برضو اللي بيبقى هنا كده، فانا هعمل هنا برضو. لا انا وشي متدمر. وهستخدم السيرم ده ومحدش يسألني عن اسمه عشان انا مش بصراحة مش فاكرة هو كان جايلي منين. تمام، عشان هو في حاجة وقعت تقريبا، مش عارفة، عشان عملية الدمج بقى اللي هيحصل ده كله. اول حاجة براش عشان اسهل بيها عملية الدمج شوية على الفاونديشن. ف استر يا رب. انا عاملة حتة كفرج، انا لو رايحة فرح مش هعمل الكفرج دي كلها على وشي بجد. يعني انا مش حسيت اني كترت شويه، لا ما كانش لازم احط كل ده، مش عارفه انا هدمج كل ده ازاي وامتى في قد ايه يعني. ربنا يستر. الحمد لله اني دمجت ببرش الاول عشان اكتشف الكارثه اللي انا عملتها دي كلها. ده لو الحبايه على كل ده ما اكتفتش انا هعيط. وعلى ما اعتقد انتوا خلاص برضو عرفتوا معايا طريقه استخدامي للكونسيلر بدل الكونتور. واظن الكحل ده من فلومار، هو درجته بترولي نفس اللون اللي انا مستخدماه كده بالظبط. وهكحل من جوه
هجيب الفرشة الرفيعة دي علشان استخدم بيها نفس درجة الاي شادو اللي انا استخدمتها، احطها تحت العين وعند المدمع. هستخدم نفس اللون الجليتر اللي انا استخدمته. هجيب باليت البلاشر بتاعتي من ماك وهستخدم الدرجة، عايزة بقى استخدم حاجة قوية شوية، هستخدم الدرجة الخوخي دي. هستخدم الهايلايتر بتاعي من سي بال، ويلا بينا. طيب انا اكيد على كل الالوان اللي انا، يعني هو اللون الازرق القوي اللي انا حطيته في بقي ده، اكيد مش هحط بقى روج صارخ او هحط روج اوفر. هحتاج اني احط روج سيمبل هادي جدا، حاجه كده تكاد لا تذكر، يعني لون بقى نود، حاجه كده خفيفه جدا. اولا انا هحدد بقي بده، مش هيبقى ده الدرجه طبعا. ده درجته هو اسمه انستانت فوليو، تمام. الدرجه بتاعته، بصوا، شايفين الدرجه دي؟ انا هحط الدرجه دي.